الحبان. وهنايا غنوجد معكم الحلوى ديال التمر اللي كتجي رائعه وكتذوب في الفم. هي عندي كيلو ديال التمر، غنضيف له القليل من الزنجلان. وهنايا اللوز ممكن تعوضوه بالكركاع. صافي هنا 2 معالق ديال القرفه يكونوا صغار، واللي ما تيبغيش القرفه يضيف غير مغروفه صغيره. صافي والقليل من الماء الزهر، 5 ديال المعالق ديال الماء الزهر. صافي كنعجنوا العجينه ديالنا مزيان. صافي وهنايا من بعد ما كنعجنوها مزيان كنضيفوا لها 1 مغروفه ديال الزبده باش كتعطيها واحد الهشاشه، كتجي رطبه ما كيجيش التمر يابس. صافي هنا كنضيفوا لها ديك المغروفه ديال الزبده وكنعجنوها مزيان حتى كنحصلوا على هاد العجينه تكون رطبه. صافي هنا كندهنوا يدنا بشتيتو ديال الزيت. بالنسبه للزيت تكون بيضه. كنبقاو نشكلوا هنايا حرابل كيف ما كتشوفوا. صافي نديروا في اللاطه. صافي وهنايا من بعد ما كنشكلوا التمر ديالنا غندوزو نوجدوا العجينه اللي كتجي ساهله واقتصاديه. نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا خديت القصريه ولا القصعه وكنضيفوا فيها الزبده درجه الحراره ديال المطبخ ما تكونش في الثلاجه. صافي بالنسبه للزبده تكون ديال الحلوى اي نوع كتبغيوه. صافي وهنا كنمزجوا داكشي مزيان حتى كينسجم الزبده مع السكر. بالنسبه هنا السكر زلافه، بالنسبه للسكر هنا عندي سكر سبيسيال. صافي كيف ما كتشوفوا حتى كنحصلوا على هذا الشكل. نضيفوا له زلافه ديال الزيت. بالنسبه للزيت زيت بيضه. صافي هنا كنمزجوا داكشي مزيان كنحصلوا على واحد الخليط يكون منسجم مزيان، لان كتبغي الخدمه باش ما كتبقاش ديك الزبده فيها ديك الفقاعات. صافي هنا كنبقى نضيف لها الدقيق تدريجيا على حساب الخليط. بالنسبه للدقيق يكون مغربل، الدقيق ديال الحلوى. صافي هنا كنبقى نجمع العجينه، هي كنجمعوها ما كندلكوهاش. صافي هنا من بعد ما كنسالي بالعجينه ديالي كنحصلوا على هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا العجينه اللي تكون رطبه. صافي هنا ندوزو نشكلوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا في الفيديو تماما الفيديو شارح راسو براسو. هانتوما واخا المبتدئين. صافي هنا كندوزو ننقشوا. بالنسبه للنقش اللي ما كيفهمش ممكن يعمل عي الموس. صافي هنا عملت هاد اللاطه كيف ما كتشوفوا، والبقيه عملتها كامله مثلثات اللي كتجي اصلا سهله. ما عندكم فين دوحلو ولا تجيكم صعيبه، كتجي سهله بزاف. صافي وهنايا كنخليوها ترتاح شتيتو وندخلوها نطيبوها. بالنسبه للفران كنشعلو من فوق ومن تحت. بالنسبه كنعملو هنايا 200 درجه على حسب الفران ديالكم. صافي هنايا كندوزو نطيبو الحلوى ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا. صافي وهنا من بعد ما خرجتها من الفران غندوز نعمل السكر كيبقى اختياري. وفيديو مقبل ان شاء الله، وبسلام عليكم وبصحه.